تعالي معانا يا ماما اقعدي معانا، قلت لها معاك بيه؟ قلت لها لا انا مش هاجي، اصل احمد هيزعل. لا مش قلت احمد. لا انا مش هزعل. انا كلمه قلت بقى لها كلمه يشهد ربنا انا عليا، مش انا ما ببلاش امي ما تروحش لحد. مراوده قالت لك، ما قالت لك تعالي يا ماما معايا اقعدي معايا، قلت لها ايه؟ لا انا قلت لها لا. قلت لها بصي امك عندك وبراحتها، بس عايزة خليها على تيجي معاك شقتها تروح. شويه. انا مش هركب. هي لو زهقت من انا هنا مرتاح. تمام، يا هي هتيجي من نفسها تقول لك خديني. ليه يعني؟ ده والله الناس مش سايباني في حالي. الناس عماله تقول لي مالي وانا مالي وانا مالي احزن ولا بس ليه؟ على فكره يا جماعه، النهارده انا هروح لماما بكره ان شاء الله اقول لها اعرف منها بقى موضوع اللي هي بتقول اصل انا مناعه اللي هي تروح عند اي حد من اخواتي. تمام، انا عامه انا مش بمناعه. يا عم هو انت بتلحم بتباب ما تسكت. ايه يا عم ما بامرهاش ولا بامرها على اي حاجه، هي بتعمل كل حاجه بدماغها. هي ممكن تكون قالت كده تمام، يعني مثلا انا شايف امبارح فيديو عند مامتي فبيرد يقول احمد اصل قلت لها تعالي معايا يا ماما، قالت لها لا اصل احمد يزعل. لا انا احمد مش هيزعل، احمد ما بيزعلش، وانا مش ممانع ان امي تروح عند اي حد. ليه؟ لان في الاول امي لما جت على الشقه ظبطت لها الشقه وقعدت فيها. ايه بقى اللي جاب في الموضوع؟ اللي كل شويه حد يروح يقول لك اصل احمد اللي نضفتها ومش لوحدي. قلنا خلاص، قلنا بقى ايه، نشوف بقى ايه. انتوا طبعا طلعتوا قلتوا ده احمد ده عاق عشان عق، وانتوا بتقولوا عليه عق. يا جدعان انا بثبت لكم اللي انا مش عاق، في حقي اللي انا اثبت نفسي، وده ما يزعلش حد تاني بقى يروح. لو عايزه تروح صلوا على النبي يا جماعه، هي لو عايزه تروح عند ولادها هتقول. هي طبعا ولادها بيروحوا، اشوف الموضوع ده مع ماما. لو هي عايزه تروح عند حد تمام، انا هعرف دنيتها فيها ايه. عايزه تروح عند حد هتقول، مش عايزه تروح عند حد براحتها هتقول له تمام، وهترد الفيديو تمام. وانتظروا بقيه الفيديو. يلا يا جماعه شوفوا على خير. احنا النهارده بقى يا جماعه عملنا 3 فطيرات. 3 فطيرات. فطرات؟ اه فطاير. 3 فطاير. قلنا طبعا نعمل واحده لماما فطيره كده خفيفه، ويكون السمنه بتاعتها خفيفه وتبقى حلوه عشان شم النسيم طبعا، بدل ما هي تشتري وتجيب لا يبقى عندها فطيره. عملنا لها فطيره حلوه. لو عايزة اروح ما هروح. ثاني اللي السلام عليكم، ازيكم يا حبايبنا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا لو عايزة اروح ما هقول لك. اول ما تشوف الفيديو صلي على النبي تمام، في كلمتين كده انا لو احب عايزة اوصلهم اروح هقول لك يا ابني. تمام، عشان انا ما بحبش الحوارات تمام، وما بحبش وجع الدماغ. محدش بيحب يجيب وجع الدماغ لنفسه من الاخر. وشغل اللف والدوران وحورين يا تيتا والكلام اللي ملوش لازمه ده ما ياكلش عيش اليومين دول. انا على وضوح، انا على وضوح. انا لما امي جت هنا وقعدت هنا تمام براحتها، ارتحت. هي مرتاحه. كلمه بقى حد يقول لك اصل انا مثلا هي بتخاف مني، او هي مثلا زي اصل لا تزعل منك لا. اصل عايزه تروح عند حد وانت مانعه. لا انا مش بمانع، وانا عشان اوجه لكم الكلام عشان ايه نبقى على نور. انا قاعده في شقتي، انا لو عايزة هروح. اللي عايزه تيجي تاخدها في شقتها، هي تيجي تاخدها. بس هي تيجي معاكم، انا ماليش فيه. انا ماليش فيه. دلوقتي انت كنت قاعده مع فيديو بنتك وبنتك بتقول لك اصل في ناس بتحب تاخد اللقطه، وانا ما بحبش الكلام ده، ما بحبش الحوارات من الاخر. انا واحد بيساوي 2.
تمام. يعني انا رحت هناك عشان تقولني وتقولني ايه؟ يا ماما انا ماليش فيه بقى، انا بخيرك اهو، انت عايزه تروحي لحد قولي انا عايزه اروح عند حد دلوقتي، وهم أنا لو عايزة هم الثلاثه سامعينك. مم. لو انت عايزه تروحي عند حد من عيالك هم سامعينك اهو، مم. قول عايزه اروح عند كذا واقعد معاها وانا ما عنديش مانع. انا مرتاحه في شقتي، انا قلت لها اني مرتاحه في شقتي، انا قلت لها اني مرتاحه في شقتي. لا الكلام اللي طلع بقى منها، الكلام اللي طلع منك قدام الناس، اللي انا مثلا مهددك او انت خايفه مني. قدام الناس، قدام الناس. ايوه طلعت الكلام قدام الناس. يعني ايه طلع الكلام قدام الناس؟ ما هي انت قلت لي اصل احمد هيزعل، لو جيت معاك لا لا، ما احمد قلتلكش هيزعل. أحمد. لا انت ممكن تكوني عملتي حجتي عشان ما تروحيش، تمام. انت ما تعمليش حجتي في اي فيديو، الناس بتفهم غلط والناس بتيجي عليا انا وبتقعد تشتمني تقول انت حابس مامتك ومؤيده. انا لو عايزه اروح غصب ما هو عنك انت يا هروح، ماما. انا غصب عنك هروح، انت مش هتستحملني. انا بقول لك اهو، انا لو عايزه اروح شوفوا، لاي هي واحد قالت ليه لكم هروح ليه؟ لو عايزه تروح عند هو اي انت حد. هتعملني؟ ايوه هي قالت اهو يا ماما، بس انت عايزه الكلام ده، كنت الكلام ده مش ما عايزاه. هي الناس ما بيعجبهاش العجب. لا يا حبيبي، الناس بيسمعوا فيديوهاتهم ويجوا يرموا النوم عليا انا. والله انا لو عايزه اروح هقول لك هروح، انا لو عايزه اروح هقول لك هروح. الكلام ده يعني يا جماعه عشان انا الكلام. هروح، انا ما قلتش ليه بقى لا هروح ولا قلت لها لا، انا قاعده مع احمد مرتاح، قاعده مع يعني بيجيني ومرتاح تمام. مرتاح. بس اه وانت هم قاعدة بقى في الناس البيت. بتاخد الكلام تزوقه زي ما هي عايزه براحتها. قلت انا لها بصي انا بعامل قاعده، انا ربنا، قاعده مرتاح، قلت لها انا بعامل قاعدة. ربنا. حته بقى التصوير مش التصوير، الكلام ده يخصني ما يخصش حد. قلت لها انا مرتاحه. انت لو فاتحه قناه وبتنتقديني فانت بتاخدي فلوس على الكلام ده. يا بتيجي تقولني في الكلام. اي حد. خلاص. هي بت- تمام. انا بتكلم يا ماما على عام نفسه عشان الناس تبقى عارفه احمد على ايه. لا لا يا سيدي، تمام. انا لو عايزه اروح من غيرك هروح. وبعدين انتوا معلش أنا لما هروح. جيت استني يا ماما، انتوا آه. لما جيتوا بليتوا بالكلام في الاول قلتوا انت راجل عاق. انا دلوقتي بوريكم العاق اللي العاق بيعمله. اه بعيدا بقى عن اي وجع دماغ، بعيدا بقى عن اي حد، انا بوريكم اللي انا بعمله وانا راضي باللي انا بعمله. وهي لو طلع من سنه قالت لي انا عايزه اروح عند كذا، ولادها بيجوا لها لحدات عندها يا جماعه، اللي عايزه تيجي أم تاخدني، تيجي تاخدها اللي عايزاه أنا تشوف لا هي لا براحتها. لا بس ما تجيبوش ذنب احمد لا. ذنب حد لا من الاخر عشان ما نقعدش عشان ما نقول كلام ملوش اي لازمه. تيجي بقى عايز تقول كده الكلام واضح. هي هتتحرق. بصوا يا جماعه لو وصلتوا معايا لحد كده صلوا على النبي. يلا. تمام. وان شاء الله انا جايب يوم النهارده فلفل، فلفل. فلفل، وطبعا هي طالبه مني شطه وطالبه مني خيار وطالبه مني موز. انا مرتاحه يا حبيبتي. حلو الموز ده موز. عمري ما هروح في حته. انت براحتك اللي مش انت عايزاه. هروح، انا قلت المره مش جايالي. اسال مروه، قلت لها مش جايه، مروه قالت لك هتيجي؟ انا من بصي مروه اسأل مروه مروة. هي كده كده مراوده قالت لك هتجيلي. ها؟ مروه قالت لك هتجيلي. هتجيلي اه. تمام. اه انا قلت لك وأنا قلت لما لها يا ماما انا لما مش هقول مروه لحد. قال فاهم بس يا ماما انا آه. لما اما انا ما بقولش كلام من دماغي، اللي هي عايزاه اللي هي عايزاه انا يا ممكن تعمل. حبيبي الصيف هقلع هدومي، أشوف. جلاليب خفيفه، ابقى مرتاحه في شقتي، مش هروح عند حد يا حبيبي. الصيف طالع والدنيا حار، البس حاجه خفيفه، البس حاجه تقيله، ما اقعدش تبقى قاعدة في شقتك بحريتك. اقعد في شقتي يا سيدي. اسمعوا يا جماعه انا مش عشان عايزه اروح يا ولاد، يا ولاد انا مش عايزه اروح، يا ولاد انا مش عايزه اروح. خلاص يا انت ماما. هتجننوني؟ لا خليك انت قاعده براحتك لا على فكره. انا بصوا، قاعده في شقتي مرتاح، بس اللي عايز يجي لي قاعده في شقتي مرتاحه يا سيدي. عشان ما نقعدش. ولا انت عايز خدك من عايز هنا. توديني عند هيبي ولا عند مروه؟ انا قلت لك اوديك عند حد. ما هو انت هو مش جاي أنا اللي عليا أقول. اهو. يا ماما مش انا أنا. مش هروح، ما يا اقولش ماما يا ماما مش انا اللي اقول، هما اللي قالوا. بيخترع. خلاص اسمعوا الكلام عشان يبقى الكلام النقط. وانا مش هروح، بس عمري ما انا رايح. خليك قاعده في شقتك لا براحتك. صيف ولا شيء، ولا صيف ولا ايه لو شيء. زهقت انا براحتك. قاعده في شقتي مرتاح. يلا يا جماعه اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلم على حبايبك يا ماما. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، يجعلها سنه جميله عليكم يا رب. باي يا حبايبي، باي. انا مرتاحه في شقتي يا ابني، مرتاحه في شقتي، هتودوني فين يا ابني؟ الدنيا حلوه، هقلع هدومي، هبقى لابسه حاجه خشي يا ابني، ما ينفعش ما ينفعش كلام والله. يقولوني ويعودوني، لا مش رايحه في حته، بس مش رايحه يا سيدي. يلا سلام. ايه رايك يا ماما؟ جميله ايه رايك في جميله المفاجاه دي؟ جميله، بطلع جميله حلوه والله من ايديك. ايه رايك؟ قاعده بكون بشرب ومرتاحه ليه؟ قاعده اروح فين؟ ايه رايك في الفطير؟ اروح
ايه عارفاه. رايك في الفطير؟ اه لا حلو جميل. انت عارفه مين اللي عاملاه؟ حلوه تسلم ايدك. ده معمول في البيت عند ام بدر اللي عاملاه. اسمها اللي جميل. اه حلو. والله حلو. هيعجبك ان شاء الله، بص هتلاقيه جميل. جميل قوي. يلا يلا يا جماعه، عايزه حاجه يا ماما؟ لا عود سلامتك يعني. اجيب لك شويه، لا بلاش عسل. ها؟ بلاش عسل. استنى. اه